حاجه تدفيك في الشتاء من شويه بليله. بس منجوجو مش جايب لك البليله اللي بتعملها لك، انا جايب لك بليله سريعه التحضير. قال لك هاي بروتين بليله، واحده بطعم القرفه والثانيه بطعم البامبكن سبايس. لو انت خريج احمد بهجت زيي عليها بقرع العسل. فاللايك الشاشه الفيديو يطلع فوق، دوس على السهم، اعمل كوبي لينك او نسخ الرابط وتعالى نكتشف مع بعض. بس انا عندي مشكله، انت كاتب لي من هنا بريبير مي ان 10 دقايق، راجل محترم وبتقدر السرعه، لكن انا لفيت الكيس ده من قدامه ومن ورا، مفيش اي حاجه تدل على طريقه التحضير. ففي الغالب منجوجو هيجتهد. حاطط لك بقى الكيس اللي فيه البهارات والبروتين، قلت لك الكيس الواحد فيه 25 جرام بروتين. ده شكل البلابيلو من جوه، ادي قرع العسل نفس شكل البليله تقريبا. فهدخل اجتهد شويه مع نفسي وارجع لكم بطبقين البليله. نجيب كوبايه ونملى نصها من الحبوب بتاعه البليله، ننزل بيها في حله ميه بتغلي، وهنسيبها جوه الميه لمده 25 دقيقه. بعد كده نصفي البليله وننزل عليها بكوبايه لبن. وهنا المشكله الحقيقيه، انا ما كنتش عارف احط قد ايه من كيس البهارات، فقررت اني هرتاج، حطيت تقريبا تلت الكيس. بما اننا المفروض بنعمل حاجه هيلثي، حليتها بعسل مش بسكر، سبتها تاخد وتدي مع اللبن شويه ورجعنا وقولنا القرفه. هي بليله بس مش نفس طعم البليله اللي بتتعمل في البيت، بس انشف شويه. لو بتحب طعم القرفه هتعجبك. بس انا عندي ملاحظتين ما يعدوا. الملاحظه الاولى انها لازم تتنقى كويس، الملاحظه الثانيه ان موضوع ال10 دقائق ده لازم تكتب طريقه التحضير. ندخل على قرع العسل، لون عجيب مصفر جدا، موديني ناحيه الحلبه بالحليب. شوف الطعم، بسم الله. طعم الفليفر اللي حاطينه في ده اقوى بكتير من الاولاني، مسكر اكتر، بس تحس ان في حاجه بتلسع. لو سالتني من حيث الفكره، من حيث طريقه التحضير، من حيث الطعم متوسط. شير الفيديو لعشاق البليله او العاشوره اللي في حياتك، شوفهم كده يعرفوا الفرق بين الصورتين دول ولا لا.